امام بيراميدز العنيد، وتعود الجماهير الى المدرج بادوات التشجيع. زائد 3 صفقات، صفقه منهم تمت بالفعل هنتكلم عليها ونقول تاثيرها مع النادي الاهلي هيكون ازاي، وصفقتين في الطريق. غربله بعض المراكز التي ليس لها فاعليه في الملعب ولا مع النادي الاهلي بقالهم اكتر من سنتين. النادي الاهلي جماهيره متعطشه للبطولات والصفقات، فيلا بينا نخش في الفيديو ونتكلم في كل حاجه. لو كنت بتشوفني لاول مره انزل اشترك في القناه وفعل الجرس. معك محمد الصيفي من ملعب الهداف، اخوك في الله الاهلاوي، اهلاوي جدا ولكن محايد. يلا خش اشترك في القناه وفعل الجرس وشير لكل اصحابك على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وعلى تيك توك. عايزين نوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات ومن المتابعين. يلا بينا نخش في الفيديو على طول. اهلا بيكم في حلقه جديده. بعد طلبات جماهير النادي الاهلي من مجلس اداره النادي الاهلي بوجود جماهير الكره الحقيقيه. بمعنى ايه جماهير الكره الحقيقيه؟ يعني الجماهير اللي بتبقى معاها المعدات بتاعه الطبل والزمر وفعلا الهتافات اللي احنا ناسيينها في حاجه. يعني مشيت تالتة شمال بتهد جبال، مش هو ده بس يا جماعه، مش شغل الالتراس. احنا عايزين الجماهير الحقيقيه، الجماهير اللي زيي وزيك وزي اللي بيتفرج علينا، الناس اللي هي بتحب الكره للكوره، بتحب النادي الاهلي، غيور على النادي الاهلي. وهو ده المطلب الكبير اللي كان النادي الاهلي محتاج ان هو يعمله. بمعنى اصح مجلس اداره النادي الاهلي على طول نفذت المطالب الجماهيريه وراحت واتكلمت مع الاتحاد وعملوا اجتماع واثنين وثلاثة في النادي، وطبعا قدروا يتواصلوا ان هم يدخلوا الجماهير واكبر عدد بادوات التشجيع. وطبعا ادوات التشجيع دي زي ما قلت لكم طبل، زمر، الحاجات العاديه، مش الشماريخ والكلام اللي هو ممكن يعور اي حد من الجماهير. طبعا دي حاجه كويسه ان الاتحاد ابتدى يستجيب لطلبات او بعض طلبات النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. طبعا كلنا شفنا التحكيم بتاع ابراهيم نور الدين وغيره، احنا مش هنجيب اللوم على التحكيم وبس، ولكن في تاثير في الملعب، والتاثير ده كلنا عارفينه وشايفينه بعينينا. كلنا عارفين مين اللي بيأثر في الملعب ومين اللي ما بيأثرش، مين اللي بيطبطب عليه او مين اللي بيتدلع في الملعب زي ما بيقولوا عنده رعونه. طبعا زي ما اتكلمنا بعد المطلب الجماهيري دوت، احنا عايزين نتكلم في صفقات النادي الاهلي. في 3 صفقات للنادي الاهلي، صفقه منهم تمت بالفعل وهو كريستو النجم التونسي، النجم الساحلي التونسي. لعيب عنده 19 سنه، لعيب جيد، هداف الدوري التونسي الى الان 4 اهداف وجايب اسيست او 2 اسيست. النادي الاهلي خلاص خلص معاه تقريبا كل حاجه ومضى، والراجل دلوقتي يعني تحت الفحوصات الطبيه. تمت الصفقه عن طريق ان طبعا احنا لينا فلوس عند النجم الساحلي المفروض هيتسدوا على قسطين، قسط تقريبا في شهر يناير او في شهر 3 اللي جاي، وقسط في شهر 6 على ما اعتقد اللي جاي. المهم ان القسطين دولت خلاص النادي الاهلي هيتغاضى عنهم مقابل ان هيدفع 200,000 او 250,000 يورو للنجم الساحلي في انتقال محمد الضو كريستو. اللاعب ده لاعب بيلعب برجليه الشمال ناحيه الهاف رايت زي بيرستاو كده لما كان جالنا، او زي ميكي سوني، وبيقدر يلعب تحت راس الحربه، هداف. هو التكنيكال بتاعته زي طاهر محمد طاهر في الباور، عنده باور وعنده طاقه، بيجري كتير جدا، مش حته المهاره وبيقعد يمرقص ويقف على الكوره زي قفشه مثلا او زي برونو سافيو. لا، الراجل ده راجل زي ما بيقولوا كده ايه، اكتف قوي، يعني بياخد الكوره ولو رايح للجون بيروح للجون. وهي دي الصفقه اللي احنا كنا محتاجينها ومفتقدينها زي ما بيقولوا في النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر من ساعه ما اتصاب تحس ان هجوم النادي الاهلي في عدم انهاء الهجمه بشكل جيد. طبعا احمد عبد القادر برضو اتصاب، فانت عندك شويه مشاكل قدام، فلازم يبقى عندك بديل واثنين وثلاثه. بيرسي تاو بعد ما اعتمدنا عليه وقلنا خلاص راس حربه بقى جيد وجاب جونين وماشي كويس والدنيا دي، طبعا اصاباته زي ما انتم شايفين ما بين وما بين لا، والنهارده مصاب وبكره مش مصاب، واحنا خلاص بيرسي تاو احنا رفعنا ايدينا منه حلو قوي كده عليه. طبعا بعد الصفقه اللي تمت دي ان شاء الله في صفقتين تاني على رادار النادي الاهلي خلاص بيخلص فيهم. واحده منهم بكره في مباراه وديه امام الفريق الثاني
للنادي الاهلي او اللي هم اللعيبه الاحتياط زي ما بيقولوا، كولر بمجلس اداره النادي الاهلي جميعا هيتفرجوا على المباراه دي. ليه؟ لان افري الايفواري هيلعب بكره مع منتخب بلده كوت ديفوار المحليين في مباراه وديه امام فريق النادي الاهلي السكند اللي هو الفريق الثاني، عشان خاطر استعدادا لبطوله افريقيا اللي هتقام في شهر واحد للمحليين. فدي كانت فرصه كويسه ان مارسيل كولر يبص واداره النادي الاهلي تبص على اللاعب اللي هو صاحب ال 21 سنه او صاحب ال 20 سنه اللي كان في كاس العالم مع كوت ديفوار في قطر 2022. فطبعا دي حاجه كويسه ان هو يتفرج عليه قدامه وشايفه، مش فيديوهات زي ما بيتفرج على فيديوهات وبيشوف اللعيبه عن طريق فيديوهات. بالعكس، هو لما يشوفه في الملعب هيتفرج عليه قدام فرقته، هيحاول يقفل عليه عشان يشوف قوته ومدى قوته مع النادي الاهلي لو هيلعب في النادي الاهلي. فدي تاني صفقه معانا ان شاء الله احتمال كبير تتم لو الراجل اقتنع بيه. الصفقه الثالثه وهو عبد الفتاح الباك رايت للاتحاد السكندري، اتحاد السكندري او سموحه حاجه كده يعني. الصفقه دي صفقه كويسه طبعا، جاي هيبقى بديل لاكرم توفيق، ربنا يا رب يرجعه بالسلامه. على فكره يا جماعه اكرم توفيق اجرى العمليه النهارده وان شاء الله يقوم بالسلامه. نفس الطبيب اللي عمل له العمليه الاولى في الرجل اليمنى هو اللي عمل له في الرجل اليسرى. والنهارده كمان بننعي الاسف ان مصطفى شوبير برضو اتصاب في التدريب امبارح وهيسافر برضو النمسا لاجراء عمليه جراحيه بس في قطع في الغضروف الركبه. فربنا يشفيهم يا رب ان شاء الله ويشفي كل مريض ويرجع محمود الونش بألف سلامة، لأن دول كلهم يصلحوا لمنتخب مصر، ومنتخب مصر أهم من أي نادي في الدنيا. دي كانت أخبار عن صفقات النادي الأهلي وأخبار عن مباراة بيراميدز اللي هتقام على استاد القاهرة بعد طبعا ما إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي خاطب الاتحاد إن هم عايزين ينقلوا المباراة من استاد الأهلي والسلام إلى استاد القاهرة. وده طلب من كولر بعد التصريحات اللي قالها امام الصحفيين ان الملعب يا جماعه بتاع استاد القاهره ملعب بساط، الكره بتمشي عليه سهله، اللعيبه بتقدر تلعب عليه كويس قوي، بتعرف تباصي الباص صح سليم الدنيا تمام. وده اللي كان مش موجود في المباراه اللي فاتت في ملعب الاهلي والسلام. فالحمد لله ان ابتدى يبقى في استجابه من الاتحاد، والحمد لله ان في استجابه برضو من اداره النادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي والكولر. انا بس حابب اعقب على حاجات. كولر لازم يكون شديد شويه في مطالب كده يا جماعه، لازم النادي الاهلي يعملها، وهتبدا من الخطيب. الخطيب لازم يكشر عن انيابه، لازم ما يبقاش طيب قوي كده يا جماعه. افتكروا كده صالح سليم، افتكروا حسن حمدي، محدش كان يقدر يرفع عينه ولا يشتم ولا يتجرأ على النادي الاهلي، مش عشان الدوله كانت ماشيه مع النادي الاهلي زي ما بيقولوا، وزي ما الدوله بتسخر دلوقتي مباراه الزمالك واسوان، مسخرين قطر الفريق لمشجعين نادي الزمالك فقط. انا مش ضد، اعمل دوت، بس فريق اسوان دوت مش من دوله تانية عشان تعمل ده قصاده. وبالعكس لو هنيجي للنادي الاهلي، انت برضو النادي الاهلي ده من مصر، لو هيلاعب الزمالك مش هتعمل كده برضو قصاده. بمعنى صح لازم يكون في حياديه. انا كاهلاوي عايز يكون في حياديه، زي ما بتعمل الزمالك اعمل الاهلي، زي ما بتدي لاسوان ادي للاتحاد ادي للمصري، كله سواسيه. احنا مجرد البطوله دي الدوري ده بيتعمل عشان نطلع منه افضل ناس يلعبوا منتخب يمثلوا بلدهم في المحافل الدوليه. بمعنى اصح بطوله افريقيا اللي غايبه عننا من 2010 مش شايفينها، كاس العالم اللي رحناه كده بالتزكيه بسبب ان محمد صلاح وتريزيجيه كانوا فايقين شويه، والباقي طبعا انتوا شفتوه في كاس افريقيا هنا بسم الله ما شاء الله، طلعنا من جنوب افريقيا بجون بيرسي تاو وشكرا للساده المواطن. فاحنا مش عايزين نخش في المعمعه دي تاني يا جماعه، مش عايزين نقعد نزكي في ناس ونطفي الناس ونموت ناس، حرام كفايه بقى كده. فطبعا ده كانت اخبار النهارده. تعالوا كده نتكلم مع بعض شويه، هقول لكم على شويه حاجات كده المفروض الاهلي يعملها. اولا احنا محتاجين مدير كوره يكون من النادي الاهلي، مدير كوره قوي. سيد عبد الحفيظ قريب قوي، هو قوي ويعني عايز اقول لك سيد عبد الحفيظ من الناس اللي انا بعزها جدا وبحبها جدا، بس بقى قريب قوي للعيبه. وقصه ان انت تبقى قريب قوي للعيبه دي، المدير دايما بيخلي اللي تحتيه بعيد عنه، في مسافه ما بينه وما بينه عشان يبقى يعرف يأمره ويعرف يعسفه ويعرف ياخد منه افضل انتاجيه، وهو ده اللي ناقصه سيد عبد الحفيظ.
فاحنا محتاجين مدير كوره قوي. 2، محتاجين قائد ليدر في الملعب، مع احترامي للشناوي طبعا، ولكن حسام غالي كانوا بيعشقوه في الملعب، ولكن في الملعب وحش بيشجع وبيحفز وبيخلي اللي جنبه يموت نفسه على الكوره حتى لو هو ما عندوش غير ربع باور. وده اللي ناقصنا في النادي الاهلي من ساعه ما حسام غالي وعماد متعب بطلوا كوره. مش شايفين ليدر حقيقي في الملعب. ممكن اللي يقوم بالحته دي يعني شويه عمرو السوليه شويه، لكن طبعا مش هيوصل لحسام غالي. محتاجين مدرب مساعد لكولر مصري، هو اللي يبقى واقف على الخط، وهو اللي يتكلم مع اللعيبه، وهو اللي يشجع في اللعيبه، وهو اللي يحفز، وهو اللي يبقى ليدر من بره الملعب، يبقى ليدر جوه الملعب وليدر بره الملعب. الاثنين دولت يا جماعه مفتقدينهم. لو انتوا تفتكروا ايام احمد ايوب وايام حسام بالبدري وايام حاجات كتير قوي، ناس كتير كانت ايام جوزيه وغيره، كان لما بيبقى في مدرب مصري واقف بيتكلم وفي الليدر طبعا بتاعنا جوه الملعب، بتلاقي الملعب الاهلي لو خسران لحد الدقيقه 90 95 كنا بنجيب جول. احنا البلاس 90 بقى بيجي لنا صدفه. انا كاهلاوي انا بحب النادي الاهلي ومش بنتقد في حد، ولكن انا من غيرتي للنادي الاهلي لازم اقول كده، لازم ابقى شايف ان لا، الحاجات دي لازم تتغير. اللعيبه اللي تعبانه، انا مش هكمل طبعا لان في حاجات كتير قوي، عايزين قائد في الملعب وعايزين شخصيه حسام غالي، كل دوت احنا اتكلمنا فيه. انا عايز اللي عايز اقوله يا جماعه، احنا افتقدنا النادي الاهلي، افتقدنا الثقه في النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي ده كان بيلعب لوحده. كان في زمان الناس بتقول لك ده لو 11 لا مؤاخذه اي 11 لبسوا التيشيرت ده ونزلوا الملعب كانوا بيكسبوا. التيشيرت هو اللي بيكسب. البطولات اللي هنا دي كلها مكسب. التيشيرت ده يا جماعه بيلعب لوحده. اي حد يتمنى يلبس التيشيرت النادي الاهلي من بره مصر وجوه مصر. فالطبيعي ان احنا نبقى غيورين شويه على التيشيرت. ما ينفعش اللعيبه بتبقى بتلعب بالرعونه دي، ما ينفعش اعدي من واحد واثنين وثلاثه زي واحد صاحبنا كده مش عايز اذكر اسمه واشوط كوره قد كده. اللعيبه بقت عايزه ابره لهيطه. عارفين لهيطه مع محمد صبحي لما خد ابره لهيطه وبقى هتلر؟ هما تقريبا انا حاسس ان اللعيبه كلها عايزه ابره لهيطه. اللعيبه بتستلم الكوره بتقع، ميس باص كتير، حاجات كتير قوي. بقى لنا 4 أو 5 ماتشات ضاع مننا 6 بونت. 6 بونت كانوا كافيين يخلونا فوق على القمه، محدش هيحصلنا. في اخطاء تحكيميه، فيه احتواء من التحكيم، مفيش مشكله، بس انا برضو فين؟ ده كان فيديو النهارده، اتمنى نقول رضاكم ونقول اعجابكم. واللي بيشوفني لغايه دلوقتي يا ريت يدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. كان معاك اخوك محمد الصيفي من ملعب الهداف. اشوفكم في حلقه جديده من ملعب الهداف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.